السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله أيها الإخوة والأخوات الكرام. في هذا الفيديو سنتحدث عن قصة وقعت في السودان. شاب سوداني يعمل في شركة في المملكة العربية السعودية. شاب طموح، عنده راتب طيب، عنده دخل جيد، فرجع إلى بلاده إلى السودان وأراد أن يتزوج. بحث هنا بحث هنا، سأل هنا سأل هنا. والديه دلوه على فتاة، قالوا هذه الفتاة يعني طيبة وأخلاقها طيبة، تزوج بها. قال توكلت على الله، فتزوج بها. تزوج بها، أمضى معها شهر أحلى من العسل. لكن أنتم تعرفون أنه يعني يشتغل في شركة، لابد أن يرجع إلى بلاده، إلى المملكة، إلى بلاد غربته، إلى المملكة العربية السعودية. وفعلا بدأ الوقت يقترب، وقت الرحيل، وهو قلبه يتقطع أسا وحزنا أنه سيفارق زوجته. فجاء يوم الفراق، وأخبرها أنه سيذهب إلى المملكة العربية السعودية، وأنه سيقدم يعني أخذ جواز سفرها وأخذ نسخ من أوراقها، وقال سأتقدم بطلب لكي أستقدمك معي، تبقين معي في المملكة، تعيشين معي. قالت له نعم. فقال لابد أن توصليني إلى المطار، لابد أن تذهبين معي إلى المطار. فذهبت معه إلى المطار، أوصلته، ركب في الطائرة، ودعها ثم غادرت المطار. وهي في أثناء المغادرة تلتقي بشاب كانت قد تعرفت عليه قبل مدة، وكان قد سافر إلى المملكة العربية السعودية وكذلك ليشتغل، لكنه رجع في نفس اليوم. في نفس اليوم رجع، فالتقت به أهلا وأهلا يعني كان عشيق لها، نسأل الله السلامة والعافية. وهذا أثر العلاقات المحرمة، تكون هذه خاتمتها التي ستعرفونها في نهاية هذا الفيديو. فاعطونا لايك واعطونا اشتراك، ويلا نكمل القصة. فالتقى وحنوا إلى العشق القديم، وحنوا إلى الحب القديم، وصارت بينهم علاقة محرمة من جديد. هي ذهبت إلى بيتها الذي تركها لها زوجها، فبدأ هذا الشاب كل يوم يأتيها إلى بيتها، وتذهب إليه هي إلى شقته، ووقع بينهم الحرام، نسأل الله السلامة والعافية. مر الشهر الأول، الشهر الثاني، الشهر الثالث، الشهر الرابع، وإذا بالزوج يتصل بها: السلام عليكم. وعليكم السلام، كيف الأحوال، قال: أبشرك، لقد خرجت لك التأشيرة، ووافقوا على أني أستقدمك معي إلى المملكة العربية السعودية، فجهزي أمورك وسأتي لأخذك إن شاء الله. هي فرحت وغضبت في نفس الوقت، يعني عشيقها والزوج. فقالت: أذهب إلى زوجي السعودية، أذهب. في اليوم الثاني وإذا بها تحس أنها يعني غثيان، وذهبت إلى الطبيبة، قالت لها: أنت حامل وعندك شهر من الحمل، أنت حامل عندك شهر. المصيبة العظمى أنها حامل ممن ليست من زوجها غاب عليها 4 أشهر. هي حامل من عشيقها الجديد، نسأل الله السلامة والعافية. نسأل الله يسترنا ويستر بناتنا وبنات المسلمين. فقالت له لعشيقها: قال لها: أنا لا ترجع إلي ولا تخبرني بموضوعك، أنا لا علاقة لي بك، مع السلامة. فذهبت هنا وهنا وهنا وهنا، وذهبت إلى الطبيب الفلاني تريد الإجهاض، فرفض الطبيب الأول، الثاني، الثالث، الرابع. في الأخير التقت مع طبيب ما عنده ضمير، ووافق أنه يعمل لها إجهاض. فعلا تم الإجهاض، وأجهض الجنين، يعني عن طريق عملية، يعني تعرفون العملية كيف تتم عملية الإجهاض.
فزال كل شيء وارتاحت وفرحت وقالت الآن يعني الحمد لله أموري طيبة والزوج لن ينتبه لي وأموري طيبة والحمد لله. فجمعت حقائبها وجاء الزوج وأخذها معه إلى المملكة العربية السعودية. الزوج مسكين لا يعلم أي شيء، لا يدري بأي شيء ولا يدري بأي موضوع العشيق أبدا. مرت السنة الأولى، السنة الثانية، السنة الثالثة، السنة الرابعة، الزوجة لم تحمل. فالزوج قال نذهب للطبيب، نجري فحوصات ونجري تحاليل وإن شاء الله يكون خير. قالت هيا نذهب. فذهبوا إلى الطبيب، أجروا أول شيء فحوصات على الرجل، قالوا له أنت سليم، ما عندك شيء، أنت سليم وأمورك طيبة وكل شيء عندك طيب، الآن لابد أن نجري فحوصات على الزوجة. قال موافق. فذهبت إلى الطبيبة فبدأت تجري عليها فحوصات الرحم، المبيضين، يعني فحوصات. فأعطت التقارير للزوج، عفوا للطبيب، أعطت التقارير للطبيب، قالت هذا هو التقارير الذي خرجت به. فالطبيب قال للزوج، قال له هل سبق لكم أن عملت أو أنكم أسقطتم جنين، عملتم إجهاض؟ قال لا، أنا زوجتي تزوجتها بكر وذهبت إلى السعودية 4 أشهر وهي لم تحمل مني، والآن يعني جيت إلى المملكة العربية السعودية بقينا 4 سنوات لم تحمل. قال لا، قال الزوجة عندي يظهر أن رحمها يعني أجريت عليه عملية إجهاض، والطبيب هذا أخطأ وأخذ بعض القطع من الرحم، نسأل الله السلامة والعافية، والآن عندها تخمج في الرحم وممكن يكون سرطان رحم، نسأل الله السلامة والعافية. يا الله. جاء إلى زوجته، ما الموضوع؟ قالت لا شيء. فأخذها إلى البيت وبدأ يضرب 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 إلى أن اعترفت بالموضوع. قالت له نعم، وقع كذا وكذا وكذا وكذا، وحكت له الحكاية بالتفصيل من المطار إلى يوم خروج التأشيرة وإلى يوم إسقاط الجنين فأرجعها إلى السودان وطلقها وأعطاها ورقتها كما يسمونها، وبقيت هي بمرضها، نسأل الله السلامة والعافية. فيا إخواني ويا أخواتي، لا تظنوا أن الله عز وجل غافل عما يعمل الظالمين، لا أبدا. هذا الرجل مسكين كان عنده نية في زوجته وعنده ثقة في زوجته، لكن هي كانت تعمل معه الخداع، كانت امرأة خادعة، فعاقبها الله عز وجل بما شاء سبحانه وتعالى، نسأل الله السلامة والعافية. فلا العشيق بقي لها، ولا هي أنجبت، ولا الزوج بقي، ولا الرحم بقي، نسأل الله السلامة والعافية. وهذا هو هذه هي نتيجة تتبع خطوات الشيطان، خطوة 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 خطوة، حتى تجد نفسك في الغيس، حتى تجد نفسك في الطين، نسأل الله السلامة والعافية. السلام عليكم.